السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى نلقاكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة. مرحبا بكم في قناتي عالم ماريا للخياطة والإبداع. اليوم كيف ما كتشوفوا غادي نخدم معكم طريقة تفصيل وخياطة هذا الموديل اللي كتجيك سوا كلوش، كتجي بالقصة في الحزام وكتجي واسعة. وغادي نوريكم طريقة الخياطة، طريقة التفصيل عفوا، وطريقة الخياطة في الفيديو القادم إن شاء الله. اذا بالنسبه للثوب كنحتاج 3 متر ونصف. اول حاجه كناخذ يعني كناخذ القياس ديال الثوب، كناخذ الطول، كناخذ القياس ديالو. في اي ثوب دائما كنعبر الثوب شحال عندي. في هذا الفستان خدمت بثلاثة ونصف. ممكن تخدموا غير بثلاثة، ولكن كل ما كان هذيك الكلوش، كل ما كان الثوب زايد، كل ما كتكون هذيك الكلوش زايده. اذا بالنسبه للعرض عندي متر وستين. اذا كان عندكم فيه متر وخمسين فماشي مشكل. اذا كنشد الثوب من العرض ديالو كيف كتشوفوا، كنطويه بالعرض، يعني كناخذ الطول ديالو كنطويه على اثنان كيف ما كتشوفوا الطريقه معايا، باش غادي ناخذ على شكل مثلث. اذا دابا كنقادو مزيان مطوي بالطول، وكنعاود نطويه بهذا الشكل على شكل مثلث باش نفصل الصايه، يعني الجزء السفلي ديال الفستان. ما تنساوش البنات لايك وتعاليق باش تحفزونا ونزيدو نحطوا لكم فيديوهات، يعني نزيدو نبحثوا. وما تنساوش الناس اللي ما مشتركينش في القناه تفعلوا زر التنبيهات وتشتركوا في القناه. اذا كيف ما كتشوفوا معايا دابا عندي على شكل مثلث. كنحاول نحيد هذيك الحاشيه اللي كتكون في الجانب، غير في يعني في جوج ورقات الفوقانيين. نحيدها بهذه الطريقه باش ما تجينيش مكمشه في الخياطه. كنحصلوا على 4 طبقات كيف ما كتشوفوا معايا، وغادي نبدا ناخذ المقاس ديال الحزام اللي هو 28 سنتيم في الطول، يعني كيف بحال اللي نزلت ب 35 سنتيم. اذا في العرض ديال الحزام كتاخذوا القياس اللي عندكم. انا غادي ناخذ 28 سنتيم، وكنرسم خط الحزام. دابا كنبدا نزيد نطوي الثوب باش كتجيني ساهله في التفصيل. بالنسبه للجزء العلوي ديال الفستان والاكمام كنخرجهم من الجزء اللي كيبقى ليا من التحت ديال الصايه. اذا كنقاد الثوب مزيان، وهنا كنقلب على 14 سنتيم فين جات، اللي هي النصف ديال 28، لانني ديجا يعني زدت طويت الثوب. اذا دابا كنحدد الطول ديال الصايه، عندي مترو زائد جوج سنتيم هي مترو وجوج على حساب حق الخياطه، وكنحط سنتيم في الوسط وكنبدا ندور بهذه الطريقه. يعني كناخذ نفس القياس كنبقى غاديه دايره به هذاك مترو واثنان، كنبقى دايره بهذه الطريقه باش ما كيجيش هذاك القنات طايحين. يعني هذه الطريقه اعتمدوا عليها، راها كتجي الصايه كلوش، يعني كتجي رائعه، ما كتجي مقاده من التحت بلا ما كتلقاو حتى شي مشكل ان شاء الله. اذا دابا غادي نبدا نقص العجيب باش غادي نكمل التفصيل ديال يعني الجزء العلوي والكمام. دابا كنكون ساليت من التفصيل وكنحصل على هذه النتيجه كيف ما غادي تشوفوا معايا. كتجي رائعه وكتجي فيها هذيك الفوليوم ديال يعني ديال الكلوش، كتجي زوينه بزاف. كيف قلت لكم ممكن تخدموا بثلاثة، ولكن احسن تخدموا بثلاثة ونص باش كتجي لكم زوينه. اذا كناخذ القياس ديال الخصر باش كنخدم به في الجزء العلوي. اذا خدينا 28 سنتيم داخل فيها حق الخياطه اللي هي يعني كانت 27 سنتيم.
غادي نحددها في عرض الخصر اللي في الجزء العلوي. دابا ركزوا معايا مزيان، الثوب اللي بقى ليا كناخذو كنطويه بهذه الطريقه، يعني مطوي على 2 وكنعاود نطويه يعني على 4. كناخذ هنا في الطول 42 سنتيم، يعني 40 سنتيم زائد 2 حق الخياطه من الاعلى والاسفل. كناخذ عرض الكتف 21 سنتيم، 20 سنتيم زائد 1 حق الخياطة هي 21. دورة الرقبة 8 سنتيم، كننزل بإثنان كنرسم التقوير على هذا الشكل. كنزل في ميلان الكتف 3 سنتيم وكنرسم خط بهذا الشكل. كنزل في يعني العرض الصدر ب 23 سنتيم في التركيز. اذا في عرض الصدر حدد 30 سنتيم، كنزل بخط بهذا الشكل وكنرسم خط عرض الصدر، كنخرج في هذه النقطة 3 سنتيم وكنرسم التركيز بهذا الشكل. اذا في عرض الخصر كناخذ نفس القياس ديال عرض الصدر. علاش خديت نفس القياس اللي هو 30 سنتيم؟ لانني غادي نخدم واحد البانسات كيجيو في الوسط، يعني كنحدد المنتصف هنايا وكنخيطهم، يعني ديك 2 سنتيم هي ديك تنقص من 30 سنتيم كتبقى ليا 28 سنتيم في خط الخصر. اذا هنا في دورة الرقبة من الامام العنق كننزل ب 13 سنتيم. وفي هذيك البانسه حاولوا انكم في الخياطه اولا دابا كتحاولوا تحدوا طلعوا بشي 10 سنتيم باش كترسموا البانسه. ان شاء الله في الفيديو القادم الا بغيتوا نخدم معكم طريقه الخياطه كتبوها لي في التعليقات باش غتشوفوا معايا ان شاء الله طريقه الخياطه، وغادي نوريكم كيفاش تخدموا البانسه. ما بغيتش نطول عليكم لا فيديو، حاولت نخدم طريقه تفصيل، والفيديو القادم ان شاء الله نخدم معكم طريقه الخياطه باش ما يجيش الفيديو طويل. اذا كنا نفصل كيف ما شفتوا معايا، وكنفتح الجهه اللي كتبقى من الاسفل حيت كتبقى مسدوده، وهذاك المنتصف كنكرانيه بالمقص. كنجي لهنا من الجانب كنطلع بواحد 2 سنتيم وكنطلع كيف ما شفتوا من المنتصف لهذيك 2 سنتيم باش هذوك الجلايل ما كيجيوش طايحين، كتجي مهزوزه، كتجي زوينه. دابا غادي نكمل التعديلات في الامام في دورة الرقبه وفي التركيز. كنقص الامام بهذا الشكل. اذا من بعد ما قصيت الكول كندوز للتركيز، كنحدد المنتصف وكندخل بواحد ونصف سنتيم باش ما يجيناش مخنشه في الجهه ديال التركيز. بالنسبه للبنات اللي ما فهمتوش شي حاجه كتبوا لي في التعليقات غادي نجاوبكم ان شاء الله. اذا كنقص هاد الزياده وكنقص 1 سنتيم من الكتف باش ما كتجيش يعني الفستان ما كيجيش طايح على الخلف من الامام. اذا هذاك يعني الطروفه اللي بقى ليا من يعني من الصايا اللي من الاعلى غادي ناخذه بهذه الطريقه باش غادي نخدم التبطين. كنطلق الوجه ديال الامام وكنرسم الكول بهذه الطريقه وكنقطعه على هذا الشكل باش كنحدد العرض ديالو شحال ما بغيت، 6 سنتيم او 8 سنتيم باش كيجي الفستان فيني وكيجي يعني كتجي الخدمه نقيه. ضروري ما نخدموا التبطين او السجاف. كنطويه على 2 بهذا الشكل وكنبدا نحدد 6 سنتيم، كنبقى دايره حتى الاخير بهذه الطريقه، وكنكون فصلت السجاف ديالي بنفس الطريقه بالنسبه للامام والخلف. كتجي خدمه نقيه وزوينه. غادي ناخذ القياس اللي بقى ليا هنا، بقى ليا 26 سنتيم في الامام يعني في التركيز باش غادي نخدم به يعني الكم. اذا كناخذ نفس الطريقه كنخدمها في التبطين ديال الخلف.
كنرسمو بهذه الطريقه وكنحدد 6 سنتيم. ما تنساوش لايك وتعليق، وما تنساوش تشاركوا في القناه وتفعلوا زر التنبيهات. يعني بزاف الناس كيشوفوا الفيديو لكن كينساو ما كيديروش جيم وتعليق. باش ان شاء الله يعني كتحفزونا نزيدو نخدمو ونحطو لكم فيديوهات مفيده ان شاء الله. اذا الثوب اللي بقى ليا غادي ناخدو نطويه على 2 وكنزيد نطويه يعني على 4، كنحصلوا على هذا الشكل باش كنفصل لكم ديالي. اذا هنا كنطراسي 23 سنتيم وهنا كندخل ب 12 سنتيم باش كيعطينا نفس القياس ديال التركيز. هنا كتبقى لينا 26 سنتيم. هاد القطعه مطويه على 4، كنرسمو خط على هذا الشكل. كنتمنى تكون الطريقه مفهومه يعني ديالكم. كناخذ هاد المسافه كنقسمها على 2، وهذا المنتصف اللي في الاسفل كنقسمو على 2 كندخل 1 سنتيم، والمنتصف اللي في الاعلى كنقسمو على 2 وكنخرج ب1 سنتيم. كنصل النقاط مع بعض. ركزوا في الطريقه يعني سهله. هذا هو التركيز كيف ما كنخدموه في جميع يعني لي موديل. هنا دابا من الاعلى مغلقه كنحدد طول الكم. عندي 60 سنتيم زائد 5 سنتيم. علاش 5 سنتيم؟ لانني غادي نخدم بالخيط المطاطي، وفاش كنكون كندير يعني الخيط المطاطي يعني كيطلع مع هذيك الكشكشه كتطلع. كنرسم خط هنايا في هذه المسافه كنقسمها على 2 كندخل ب2 سنتيم باش كنحدد الافازي ديال الكم. دوره راس الكم حددت نفس القياس، حددت 23 سنتيم حيت عندي فيها يعني الكشكشه، وكنكون سليس من التفصيل ديال الفستان ديالي. ان شاء الله غادي نخدم معكم طريقه التفصيل في طريقه الخياطه عفوا في الفيديو القادم. ما تنساوش لايك وتعليق، وما تنساوش بارطاجيو لا فيديو مع الناس اللي مهتمين بهذا المحتوى بالاصدقاء ديالكم. وبالنسبه للاعلى ديالكم كرانيت بالمقص، وكنحاول هادوك جوج قطعات الفوقانيين اللي كيجيو في الامام كنقص 1 سنتيم باش كتجي الجهه ديال يعني التركيز في الصدر من الامام ما كتجيش مخنشه. كنعلم باش ملي نجي نخيط كيجي باين الامام على الخلف. وهنا كنكون ساليت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.